اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. معلش يا جماعه هنأجل بس الفيديو بتاع ان انا اوريكم الحاجه اللي جوه الكرتونه، لان في كارثه دلوقتي حصلت انا لسه متفاجئ بيها. فتحت الاكونت الشوب اند شيب، هو في حاجات تانية انا كنت طالبها غير الكرتونه ديت، ففي حاجه هتيجي لوحدها في كرتونه لوحدها. تمام، فدخلت اتابع يعني الاخبار واشوف التراكنج بتاعها وصلت لايه، او الشحن والجمرك هيبقى كام وكده. اتفاجئت يا جماعة ان عليها جمارك 62 دولار، وهي اصلا تمنها 35 دولار. طيب يعني الجمارك اكتر، يعني الجمارك قرب 200%. طب ده ازاي يا جماعة؟ ده بيستهبلوا بقى. طب انا دلوقتي اعمل ايه في حاجة زي كده؟ يعني ده كده الجمارك اكتر من تمنها الضعف. طب اعمل ايه؟ اسيبها لهم ما استلمهاش ولا اعمل ايه؟ اصل حرام بجد، يعني مش عارف ايه انسب حاجه. هل في تظلمات في الموضوع ده؟ هل ان انا ممكن مثلا اكلم الشوب اند شيب ولا اعمل ايه بجد؟ بس بصراحه اتصدمت كده. مش عارف، انا اول مره يحصل معايا الموقف دوت اصل. مش عارف. طب هم بيشوفوش سعر الحاجه طيب ويحسبوا نسبه؟ هو الموضوع ايه، عشوائي ولا ايه؟ يعني بجد الواحد اتخنقت بجد من موضوع الجمارك ده. مش كده يعني، مش كده. ليه يعني 62 دولار على حاجة تمنها 35 دولار؟ يا عم مثلا شوف فاتورة، شوف تمنها، شوف انتوا بتقدروا ازاي. انا نفسي اعرف. ده انا معايا جدول الجمارك، الجمارك اللي هو نسب الجمارك. مفيش حاجة ابدا 200%، مفيش حاجة معدية ال 100% اصلا. يعني ده يا جماعه، ده بأنهي منطق يا جماعه؟ مخ هيفرقع يا جماعه، يخرب بيت الجنان. ده ايه اللي بيحصل ده يا جدعان بجد؟ احنا انا مش عارف اقول ايه، يعني مش عارف مش عارف اعمل ايه بجد في المشكله ديت. يعني المشكله كمان ان الحاجه وزنها تقيل، ويعني شحن بالجمارك دخلت لها في 77 دولار. يعني مش عارف اعمل ايه. اكتر من ضعف تمنها بالظبط، ضعف تمنها بشحن وجمارك بالظبط. يعني اكتر كمان من ضعف تمنها. شاف والله، انا زهقت يا جماعه، انا زهقت بجد. يعني لو حد جرب يشتري قبل كده عن طريق ارامكس، شوب اند شيب، جرب يعني يجيب حاجه من امازون عن طريق ارامكس وحصلت معاه مشكله زي ديت وقدر يحلها، يقول لي يعني هل انا كده ايه، اتظلم في الجمارك ولا اكلم شوب ارامكس نفسهم؟ اكلم مين؟ اصلا انا مش هقبل على نفسي ان انا استلمها بالشكل ده. حرام، حرام عليا هنا، حرام بجد. شوفوا لي يا جماعه حل، الله يكرمكم. باي باي.